سبحان الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناداه مناد من السماء أن هديت وكفيت ووقيت. لا إله إلا الله. شوف سبحان الله، هذه كلمات الثلاث: هديت يعني هديت إلى رشدك وما في صلاح أمرك في الدنيا والآخرة. قال أن هديت وكفيت، أي كل ما أهمك من أمور الدنيا والدين كفيت إياها من الله عز وجل. ووقيت أي من كل الأسواء والحوادث ومن كل ما تخاف شره وسوء عاقبته. قال وتنحى عنه الشيطان، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ابتعد، هو الآن في حماية الله لا يستطيع أن يقربه. قال فيلقاه شيطان آخر فيقول له: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني ارفع يدك لا تحاول. هو الآن في حماية الله، في حفظه، في ذمته، لكن كم يحرم كثير من الناس من هذا الخير يا أخي، مع أنه يعني كلمات ما تأخذ منك ربع دقيقة وبها حمايتك وإسعاد قلبك والدفاع عنك ووقايتك من كل الأسواء والحوادث والشرور التي ربما تقع لك. إذن الحرص على الأذكار بأنواعها، وخاصة كما ذكرت أذكار الدخول والخروج وأذكار النوم وأذكار الطعام والشراب وأذكار الصباح والمساء.